حقيقة ان احنا بنمر بايام قاسية من ناحية العقيدة. شوية شبان طالعين اليومين دول، اللي يقول لك انا سلفي، والثاني يقول لك انا خلفي، والثالث يقول لك البخاري كخة، والثالث يقول لك ابو حنيفة ما قلتش من كلامه. دي للثورة. شوية عيال طالعين كده اهو، قرأوا شوية كتب من نفسهم، فهموها فهم غلط، وكل واحد النهاردة عامل لي فيها ابو حنيفة، كل واحد عامل لي فيها زعيم. حرام حرام، لان العدو لما هياكلنا كلنا. مفيش داعي للخلافات، مفيش داعي للفرقة، مفيش داعي ان كل واحد يعمل له فرقة ويعمل امير عليهم ويقول لك بايعني. ابايعك ايه؟ اللهم اني لو بعت كل واحد معاه 5 6 حبيب ده فيه 300 مليون امير. مع ان النبي قال من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق عليكم امركم فاقتلوه كائنا من كان. ده اخطر شيء على الاسلام، الفرقه والتمزق. الفرقه والتمزق. تلاقي المتدين متزمت يكلموا لك ده كفر، وده حرام، وده ما ينفعش، وده حديث ضعيف. قال يعني الواد خلاص قرا علم الرجال والدرايه والروايه ودرس. ده انت ابني ما تعرفش تميز بين العدس والبصاره. ده احنا ابني عشان نطلع من ازهر شعرنا شاب 25 سنه، واحنا اللي بنعيده بنزيده، ونازلين ضحي في الكتب لما اعملها اتعمى. تقوم انت ابني هتعمل لي فيها امام ايه؟ امام ايه؟ ويفتي في الطلاق، ويفتي في مش عارف ايه، ويكفر اللي عايز يكفره. هي يا ابني انت ماسك مفاتيح النار، ماسك مفاتيح النار يا ابني. هو انت مفكر ان مكتب تصدير الصراط بتاع جهنم والجنه ده لا يملك الجنه والنار غير ربنا يا ابني؟ شغل غلط ليه؟ الحكايه ثابت، اصل مفيش قياده. انما لما كان فيه قياده، لما كان فيها ناس محترمه بتقول الشباب، ما كانش فيه خلافات ولا نزاعات. لما كان فيه جمال الدين الافغاني، لما كان فيه الامام العظيم الشيخ حسن البنا، لما كان فيه الناس اللي بتعمل لله، الناس الاوفياء، ما كانش فيه تردد، ما كانش فيه خلاف، ما كانش فيه اسماء تكفير، ما كانش فيه اسماء سلفي وخلفي. انما كان الكل بيرجع الى الراس الكبيره، يسال ويستفتي ويتمكن. ما توحد الله. لا اله الا الله. يعني مرة واحد خلى الشيخ حسن بيخطب في المركز العام اللي كان في الضرب الاحمر، اللي عملوه اسم بولوس دلوقتي، وحرقوا الكتب والمصاحف في عصر الثورة سنة 54، وجابوا المصاحف حرقوها وكتب العلم حرقوها في نفس المقر. فكان مرة الشيخ حسن الله يرحمه بيخطب في المركز العام، قام واحد قال انا عايز اديله زنبه افركش الجمع. ما هو فيها ناس، ما هو لاحظوا ان